السلام عليكم، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم واحد الحوته معمره بالشعريه الصينيه. عندي هنا قزبر مطحون، غنضيف عليه الثومه مفرومه تكون بكميه زايده حسب الحوت كيبغي الثومه. غنضيف التوابل، عندي ملعقه صغيره ديال التحميره، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت، ملعقه صغيره ديال الكمون، نصف ملعقه ديال الهريسه، ونصف ملعقه ديال الابزار، عصير حامضه. غنضيف عليه واحد شويه ديال السحتر، غنضيف واحد الملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم هذه اولى، غنضيف ورقه ديال سيدنا موسى مغسوله، وضفت عليه الزيت. غنخلط المكونات مع بعضها. بالنسبه للتنسيب الا بغيتو تضيفوا حتى ازير ضيفوه. هاد الشرموله غنهز منها واحد شويه باش غندير الصلصه. غناخذ الحوته فلحتها، هو من الاحسن تفتحوها من الظهر ديالها، انا فتحتها غير من هنايا. غناخذ الشرموله وغنشرملها. غنشرملها كامله تدخل الشرموله في اللحم ديالها كامله. بعد ما شرمت الحوته، الشرموله اللي تبقات لي غنضيف عليها واحد شويه ديال الكروفيت، الشعريه الصينيه. من بعد ما درتها في الماء ديال الكروفيت وقطعتها، انا خديت غير وحده، غير حبه وحده، وكنستعمل ديال الرز. غنضيفها على الشرموله، غندخل الكروفيت والشعريه يتشرملوا مزيان. من بعد ما شرملت الشعريه والكروفيت نعمر الحوته. ناخذ الحوته نحمرها بحال هذا الشكل. خديت لاطه ديال الفران، درت فيها الورق ديال الالومنيوم، غندير فوق من الورق ديال الطبخ. نزلت فيه الحوته. بعد ما صايبتها غنجمع الورق ديال الطبخ، حتى جمعتها. عاد تفكرت ما درتش فوق منها المنسمات، درت ورقه ديال سيدنا موسى وحامضه مقطعه شرائح. غنجمع الحوته.
غندخلها الفران سخون العافيه من التحت ومن الفوق على 200 درجه. غندوز نوجد الشرموله ديال الحوته. درت مقله غندير فيها واحد شويه ديال الزيت، غنضيف عليها واحد 3 الحبات ديال مطيشه محكوكين، واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وهذيك الشرموله اللي كنت خليت من شرموله د الحوت، واحد ملعقه ديال صلصه الصوجا. انا ما ضفتهاش، نسيت قبيله ما ضفتهاش في الشرموله د الحوت، نتوما ضيفوها مع الشرموله د الحوت من الاول. غنضيف واحد شويه د الكروفيت، ضفت الزيتون بعد ما غسلته من الصودا والملح اللي كتكون فيه. غنضيف صلصه الطماطم اولا، غنضيف العلبه اللي كنت ضفت منها الشرموله د الحوت. من بعد ما نشفت غنضيف لها واحد شويه ديال الماء الكروفيت. بالنسبه لهذاك المرق اللي كيطلق الحوت حتى هو ضفته، حتى هو كنهزو من الحوت وكنضيفو على الصلصه. الوصفه الثانيه عندي هنا الكفته، غنضيف ليها واحد الملعقه ديال الثوم بودره، ملعقه ديال التحميره، نصف ملعقه ديال الابزار، واحد نصف ملعقه ديال الخرقوم، ملعقه ديال السكنجبير، شويه ديال الملح، واحد شويه ديال القزبر. غنضيف عليها واحد شويه ديال الزيت، زيت العود، وغنخلط الكفته. بالنسبه للكفته الكميه اللي بغيتو نتوما حسب الخبز ديال الطاكو شحال باغين. اللي عنده بودره البصل يضيفها. خلطت الكفته، ديت ورقه ديال الطاكوس. غناخذ الكفته ونصغعها جوانب كاملين. غنضيف الفرماج، غنجمع، بعد ما طلقتها غندير لها الفرماج، علويها. بعد ما ساليتهم غنقطعهم. ناخذ اعواد الشواء وغندير لهم بحال هذا الشكل. غندخلهم من الفران، نشعل من التحت والفوق على 190 درجه.
بعد ما طابت الحوته وديتها في الطبسيل غندير ديك الصلصه مع الجوانب. زينه بطريقه الحامض بحال بهذا الشكل. غنزين بالكروفيت اللي سوطيتهم مع شويه الثومه وواحد شويه المليحه والزيت. ها الحوته ديالي من بعد ما زينتها كي جات رائعه. ها خبز الطاكوس كي جات مزيونه طايبه من التحت ومن الفوق. مزيوله وسهله وجد داغيه. كنتمنى تخليو لي كومونتير مزيون وجيم والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا.